السلام عليكم، معاكم محمد. النهارده هنتعرف على موقع جديد او تول جديده احنا بنستخدمها في الاي اي، الا وهي ال ام ستوديو. طيب ايه هو ال ام ستوديو وايه هو فايدته وايه هي اصلا استخداماته؟ طيب ببساطه جدا ال ام ستوديو هو تول بتقدر تنزلها على الجهاز عندك وتتيح لك انك انت تقدر توصل لمجموعه موديلز ذكاء اصطناعي وتنزلهم لوكال عندك على الجهاز. يعني هتقدر تشغل الذكاء الاصطناعي بشكل برايفت خالص، ولا لأي حد ليه أي تحكم فيه، لوكال على جهازك بشكل بسيط جدا وبواجهة يو اي جميلة جدا وبخطوات بسيطة. يلا بينا، خلينا نبدأ. طيب أول حاجة بتخش على الويب سايت بتاع lmstudio.ai بالشكل ده، وبعد كده بتداونلود. لو أنت على ماك أو ويندوز تبدأ تداونلود الفيرجنز نفسها وتعمل لها سيت اب. دي خطوات بسيطة جدا ونقدر نشوفها مع بعض. بعد ما بتعمل له داونلود عندك على الجهاز بيظهر معاك واجهة البرنامج بالشكل ده. اللي بتلاقيه هنا عندك على ايدك الشمال اربع حاجات. اول حاجه الشات اللي هي بتاعت الموديل ذات نفسها، حاجه اسمها ديفلوبر ودي هنشرحها النهارده ان هي مفيده جدا جدا جدا، وانا شايف اصلا ان مفيش حد هيتجه الفكره بتاعت ال ام ستوديو الا لما بيكون بيدور على الخصوصيه، بيدور على حاجه يقدر يستخدمها لوكال عنده ويستخدمها في تطوير سيستم او تطوير سوليوشن هو شغال عليه. اخر حاجه اللي هي الموديل ذات نفسها. الموديل ذات نفسها دي الموديلز اللي انا محملها عندي على الجهاز. يعني مثلا هنا هتلاقي عندي محمل كوين، محمل مثلا والله حاجه اسمها ديب سيك، جيميناي 3، ديب سيك نسخه تانية. انا بحمل الكلام ده ازاي؟ انا بخش على كلمه ديسكفري، دي كل الموديل اللي موجود عندي، بقف على الموديل ذات نفسه، ابدا اقرا ايه هو بالظبط الموديل ده، مساحته كام جيجا، مساحته قد ايه، ايه هو اسم الموديل، ازاي اقدر استخدمه، الريد مي الخاصه بيه، وببدا اعمل له هنا ايه، داونلود. تلاقي عندك تحت هنا داونلود. طب هي الموديل دي كلها بتيجي منين؟ يعني هو فين اصلا المكان بتاعها؟ المكان بتاعها حاجة اسمها هاجنج فيس. هاجنج فيس. هاجنج فيس ده بالظبط عامل زي الستور بتاع الموديل. يعني كمبرمجين عارفين اكيد طبعا جيت هاب اللي احنا بنرفع عليه الكود بتاعنا. هاجنج فيس هو المكان اللي عامل زي الجيت هاب بس بالنسبه للكوميونتي بتاع الاي اي. هتلاقي فيه كميه موديلز رهيبه متصنفه، وداتا سيت تقدر تدرب عليها المودلز بتاعتك، وحاجات جميله جدا. بتقدر تختار الموديل اللي انت عايز تجربه من هنا، وتشوف تقرا الدوكيمنت اللي هم كاتبينه عليه، تقدر بعد كده تنزله عندك على الجهاز. وفي اكتر من تول تقدر تشغله. في التول بتاعت الاولاما دي برضو تول مشهوره بتشتغل على الويب، وفي ال ام ستوديو. فده مثلا موديل هتلاقيه موجود عندك، او تقدر تسيرش انت لو انت بتدور على موديل معين شايف ان هو نزل اوبن سورس، حاجه مثلا زي ديب سيك. دي كانت من الحاجات اللي نزلت اوبن سورس. تبدا تقرا كل موديل وبتبدا تشوف ازاي تقدر تنزلها عندك على الجهاز. نرجع هنا نقول له مثلا هنا انت مثلا عندك ديب سيك اهو. ديب سيك يبدا يجي عندك ويبدا تدوس عليه وتبدا تشوف هل هو مناسب للجهاز عندك ولا لا. كان في برضه هنا حاجه ثواني اوريها لكم. تمام، بصوا. دي انا كنت عايز اقولها ده هنا مثلا. ده هنا بيتكلم في 14 مليون بارامتر، وهنا بيحتاج 29 جيجا. هو اوتوماتيك عمل ديتكشن للامكانيات بتاعه الجهاز بتاعك، وقال لك ان الموديل ده مش هينفع يشتغل عندك، في حين ان الموديل اللي بتشتغل عندك هتلاقيه عادي جدا عامل لك اتاحه ان انت تعمل لها داونلود، زي مثلا ديب سيك وكوين اي 3. طيب بعد ما تختار الموديل اللي انت عايزه بتدوس عليه داونلود، تبدا تلاقيه بدا يجي لك هنا وبدا تعمل له داونلود. طب انا عايز استخدمه، هتيجي على الشات. تعالى نعمل مثلا شات جديد، نختار مثلا. انا مثلا كنت لسه بجرب الديب كود، الديب سيك كودر، ده اللي احنا هنجرب عليه الفيديو بتاعنا النهارده. او انت بتختار الموديل اللي انت لسه منزله عندك، يبدا يعمل لك لود دي. طب تعالوا نساله، انت تعالى بص على الاسئله اللي هي مثلا انا ابتديت اساله فيها. تعالوا مثلا نساله على سؤال بسيط زي ده. قلت له والله انت لو انت عندك المساله ديت في البايثون، انت عندك اي واللي بتجري من 1 ل 6، واعمل برنت للاي ديت،
ونبدأ نشوف بقى هو هيرد عليا بسرعة بقد إيه وإزاي أصلا بيفكر. هتلاقيه أوتوماتيك كتب لك المسألة وبدأ يحلها. طب تعالى نطلع معاه لحاجة أصعب شوية، حاجة زي كده مثلا أهو. قلت له لا أنت هتبدأ عندك حاجة اسمها توتال وفي أرقام وهات لي المجموع بتاعهم من 1 ل 11. أيوه، وجاب لك الإيه؟ المجموع بتاعهم بشكل سريع جدا. فهو سريع شغال معايا بشكل كويس. بس الأهم من ده كله، أنا مش جاي أتكلم في الجزئية دي، أنا جاي أتكلم في جزئية مهمة جدا اللي هي التابة بتاعة الديفلوبر. إيه التابة بتاعة الديفلوبر ديّة؟ دلوقتي أنا مفترض نزّلت الموديل ده عندي، عايز أبدأ أستخدم الموديل دوّة مثلًا في solution خاص بيّا، أو أنا عايز أبدأ أطوّره بحيث مثلًا يعني كمثال بسيط، أنا فكّرت اللي إحنا هنعمل مثلًا end point، الend point ديّة عايزها ترُد عليّا بtrue وfalse على حسب الرقم، لو بعتّ له رقم فردي يرُد عليّا مثلًا بtrue، لو بعتّ له رقم زوجي يرُد عليّا مثلًا بfalse. طبعًا أنت ممكن تستخدم الكلام ده في تصنيفات كتير، أنت ممكن تبني الAPI بتاعتها عن طريق الAI model ومش هتدفع ولا جنيه، يا جماعة الكلام ده شغال local، شغال بدون credit، شغال بطريقة مقفولة، يعني لو فصلت الإنترنت دلوقتي عن الجهاز مش هيتأثّر خالص باللي إحنا بنعمله. فتعالوا نبُص هنا، هنلاقي إن الموديل اللي أنا شغال بيه، اللي أنا عامل له load، هو موجود عندي هنا ومحطوط عليه كلمة ready، والاقي عندي حاجة اسمها CURL موجودة هنا، باضغط عليها، آخدها copy وأروح أفتح البرنامج بتاعي بتاع الPostman. طبعًا الناس اللي شغالة على الناس اللي شغالة web developer mobile development أكيد فاهمين Postman ده المكان اللي إحنا بنبدأ نsend الrequest ونresponse على أساسه يعني، وبتعمل import وبتبدأ تحط CRL اللي هو إيه، جابها لك. تعالوا هنا أهو، وأروح أبُص على كلمة body هالاقي حاجة جميلة جدًا. هالاقي أول حاجة هو مختار هنا الموديل اللي هو إحنا عايزين نشتغل عليه، لو بصيت كده على اسم الموديل ده هتلاقيه هو اسم الموديل اللي هو موجود هنا، جميل. وهتلاقيه كاتب حاجة اسمها message وعامل rule حاجة اسمها system وحاجة اسمها user. الsystem هو أنت هنا في الsystem أنت بتشرح له هو أنت عايزه يعمل إيه. الuser هي الinput أو الprompt اللي أنت بتبعته له عشان يرد على أساسه. طيب تعالوا نشوف إحنا كنا كاتبين إيه هنا. قُلت له أنت هنا أنت يعتبر Python program وأنا هادّيك النمبر والنمبر دوّة لو هو زوجي يعمل لي true، لو هو فردي اعمل false وما تردش عليّا غير بtrue false ما تجوّدش. ده الprompt اللي أنا شغال بيه. آجي هنا في الsystem وآجي هنا، تعالوا نجرّب مثلًا رقم 1، إحنا قُلنا له لو رقم فردي هيرُد علينا بfalse، رَد عليّا فعلًا بfalse. رقم 2 رَد عليّا بtrue. فشيء رائع جدًا، رائع جدًا إنك أنت تبدأ تشوف الapplication بتاعك وهو بيشتغل وأنت بتتحكم في الprompt ذات نفسه اللي أنت عايزه ومشغّله عن طريق الAI model local عندك على الجهاز، بدون أي تدخُّل من الإنترنت. يعني تعالوا كده أهو نقفل الإنترنت عندنا وتعالوا نجرّب مرّة تانية. تمام، فعلًا أهوّة. تعالوا هنا نكتب رقم 1 قال لك false. رقم 4 قال لك إن هو إيه is even number بشكل return كذا، كذا، كذا true. فهو شغال معاك سواء local أو إنك أنت مشغّل الجهاز، فده هيدّيك قوة جامدة جدًا تقدر تشتغل بيها. أرجو يكون التعريف السريع بالLM Studio ده عجبكم، ممكن تنزّلوه تجرّبوه. لو في أي أسئلة محتاجينها فيه أنا معاكم. بجد، بجد إنّك أنت تقدر تستخدم الموديل والذكاء الاصطناعي عندك على الجهاز local ليه فوايد كتير جدًا، أعظمها موضوع الخصوصية. تاني حاجة موضوع السرعة، أنت لو عندك data رهيبة، data كبيرة، مش هتعرف ترفعها على cloud ولا تعرف تعمل عليها analysis بالشكل اللي أنت عايزه من غير ما يكون معاك tools تقدر تساعدك على نفس الlocal machine بتاعتك أو على نفس الnetwork إن هي تبدأ تشتغل وتanalysis الdata وتدّيك النتايج اللي أنت بتحتاجها. كان معاكم محمد، يا رب يكون الفيديو ده عجبك.